يا شباب، فيديو النهارده هشرح لكم خطتي بناء على طلبكم. ناس كتير طلبت مني قالوا لي يا دكتور يا ريت تشرح لنا خطتك، فالنهارده هشرح لكم اهم النقط في خطتي والعب لكم بيها كام ماتش كده، فيا ريت تتفرج على الفيديو من اول دقيقه لاخر دقيقه. بس ما تنساش مسابقتنا، انزل اضغط لايك واشترك معانا في قناتنا دي، قناتنا الجديده يا شباب. بشكركم على التفاعل اللي انتوا عاملينه في القناه، شكرا جزيلا لكم. ويلا بينا ندخل على الحلقه. والنهارده معانا خطه قويه جدا يا شباب، وخطتنا النهارده خطه 4-2-2-2. بس في كام تكتيك كده عاوزك تركز فيه بقى عشان هيفيدك. ويلا بينا نبدا مع اول حاجه. هنا هتلاحظ ان انا بلعب باتنين دي ام اف بنفس الستايل اللي هو دستروير. ركز كده معايا هتلاقي ستايل دستروير اللي هو المحطم. طبعا الستايل ده ستايل كويس جدا عشان بيبدا اللاعب يتقدم وبيرجع يدافع. وكمان مميزات الستايل ده ان مهارات اللاعب في الدفاع قويه جدا مع التمرير العالي، فتاخد بالك من الحته دي. هتلاقي بيكون عنده السرعه كويسه ويكون بيلعب بستايل دستروير. وطبعا انتوا عارفين كمان ادجار ديفيد ومكاليلي افضل اتنين في الستايل ده، ومعهم كمان رودري. لو عندك اي لاعب عنده نفس الستايل العب بيه. هنا بص السرعه عاليه وكمان التمرير عنده عالي. تمام، دي اول حاجه انا مستفاد بيها، ان هو بيمرر كويس وبيقطع الكوره وبيتحرك وبيتقدم وبيدافع، وانتوا عارفين الكلام دوت. تمام، تاني حاجه هتلاحظ ان انا هنا في خط الاي ام اف بحط واحد هول بلاير اللي هو ما بين الوسط والهجوم، وبحط واحد وينجر اللي هو جناح غزير الانتاج. تمام، طبعا بلعب بستايلين مختلفين عشان اقدر استفاد بيه فرص تكون متاحه ليا اكتر، لكن بنفس الستايل في الهجوم فبيكون معروف تحركاته، لكن ده ساعات ممكن يضم معاك لجوه كده وساعات بيفتح لبره، فالعب بالحته دي. اما بالنسبه للهجوم فبلعب الاثنين، يا اما جول بوشر اللي هو مهاجم قناص، يا اما بلعب بمهاجم ومهاجم اسيست. يعني بلعب بمهاجم نو ستايل. نو ستايل ده شباب يعني بلعب بلاعب بيكون ستايل لعبه مش ستايل لعب هجومي، فاهمين الحته دي؟ يعني مثلا بجيب وليكن عندي ميسي هنا بيلعب بستايل ايه؟ كرييتيف بلاي ميكر، والستايل دوت ستايل خط وسط مش ستايل هجومي، فكده هينفذ لعب ان هو بدون ستايل. طبعا انا بركز ان يكون المهاجم ده فينشه عالي، وزي ما انتم شايفين 97، وبركز ان هو يكون عنده الدقه في التمرير زي ما انتم شايفين ميسي طبعا 92، وغير ان الخفه والمراوغه عشان ده بيكون بسند عليه، يعني بيكون مهاجم ان الاسيست ده بسند عليه. وطبعا عندي لاعب تاني اهو، وعندي كمان لاعب نو ستايل. فانت تختار اي حد يكون عندك نو ستايل بس يكون عنده يعني اقل حاجه الفينش عالي والسرعه، يعني تشوف يا اما فينش وسرعه يا اما الدقه في التمرير. خلاص يا شباب، تعالوا نجرب كده نلعب ماتش بمهاجم ومهاجم وهمي، ونجرب 2 جول بوشر ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. فيلا بينا نعمل كده كام ماتش ونشوف الاداء على ارض الملعب. يلا يا شباب.